بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما بعد، وقفات سريعة أقف معكم بمناسبة انتهاء ورحيل شهر رمضان. الوقفة الأولى: لا ينبغي أن نحزن على فراقه وإن كان لابد، بل لابد أن ننظر في الزاوية الأخرى أن بلغنا الله عز وجل شهر رمضان حتى عشنا معه إلى آخر أيامه، وندعو الله عز وجل أن نكون فيه من المقبولين. الوقفة الثانية: أعظم ما ينبغي أن نودع به رمضان هو حسن الظن بالله عز وجل. كيف حسن الظن؟ كيف نودع شهر رمضان بحسن الظن بالله؟ أن نظن بالله خيرا، أنه قد غفر لنا ذنوبنا، وأنه قد جعلنا من عباده العتقاء، كما قيل لسفيان الثوري في عشية عرفة، قيل له: من أشقى هذا الجمع حالا؟ قال: هو الذي يظن أن الله لا يغفر له. الوقفة الثانية أقول فيها: من كان يعبد الله في رمضان فإن رمضان قد انتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي يبقى. فالقرآن الكريم الذي كان يتلى في شهر رمضان، والقيام الذي كنا نقومه بين يدي ربنا، والصيام الذي كنا نترك فيه الشهوة والطعام والشراب والحلال ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإنه يبقى بعد شهر رمضان لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل. الوقفة الثالثة أقول فيها: في شهر رمضان نؤدي عبادة الصيام، وهي فريضة من الله عز وجل افترضها علينا. ثم هناك من قراءة القرآن وقيام الليل والصدقة وكثير من العبادات التي تؤدى في شهر رمضان. ثم يكون بعد هذا الشهر عيد وفرحة وسعادة. وكذلك في عيد الأضحى فإن هناك قبل العيد عبادة الحج، وكذا العشر من ذي الحجة فيها من الأعمال الصالحات يجتمع فيها الصيام والقيام والصدقة، وهي أحب الأيام إلى الله عز وجل، فيها العمل الصالح. ثم يكون بعد هذه العشر عيد الأضحى، فرحة وسرور. وهكذا لو جعلنا حياتنا وعمرنا الذي نقضيه في الدنيا عبارة عن طاعة وتقرب إلى الله عز وجل، فإن حياتنا في الآخرة ستصبح عيد بإذن الله عز وجل، فيها من السعادة والسرور والفرح والحبور والتنعم بجنة الله عز وجل. فمن أراد أن تكون آخرته عيد فليجعل حياته الدنيا عبارة عن طاعة وقربات إلى الله عز وجل. الوقفة الأخيرة أقول فيها: إن السعادة والراحة والإطمئنان والسكينة التي كنا نعيشها برمضان ليس لأنه شهر رمضان، فشهر رمضان الذي ميزه عن بقية الشهور أننا قمنا فيه ما لم نقم في الأيام الأخرى، وأننا صمنا فيه ما لم نصم في الأيام الأخرى، وأننا ربما نفضنا الغبار عن مصاحفنا وأخرجنا صدقات أموالنا وزكاة أموالنا. فتميز رمضان وأصبح فيه من السكينة والراحة والوقار والإطمئنان والسرور. لماذا؟ لأننا أكثرنا فيه من الطاعات والعبادات والصالحات. فوالله الذي لا إله إلا هو، ووالله وبالله وتالله، لو جعلنا أيامنا كلها مثل رمضان ونحن فيها من العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، لوجدنا السعادة والإطمئنان والسكينة والهناء الذي نجده في رمضان طيلة أعمارنا. فصدق الله عز وجل حينما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.